السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفة حلوة النهارده، والصينية بتاعتنا بتاعة الفطار، وهنشوف فطارنا ايه. طبعا الفطار في رمضان لازم تغيري، ولازم مش كل يوم بقى مسبكات ومحاشي وكده، فلازم تغيري. فزي ما انتم شايفين معايا هنا فرخة مقطعاها كده على حسب التقطيع اللي انت عايزاها واللي انت ايه آم، ماشية عليها. تمام. زي ما انتم شايفين عملت كده، سلقتها، وبعد ما سلقتها حطيت لها مكعب مرقه وبصلايه وطماطمايه ورقتين لوري، وسبتها ايه لما تستوي. وزي ما انتم شايفين طبعا لازم تسيبها تستوي كويس جدا، عشان ايه؟ ما يبقاش فيها زفاره ولا فيها اي حاجه. طبعا تكون غسلاها بميه وملح وخل وليمون وحبه دقيق، وتسيبوهم في النقعه ده عشان الفراخ ما تبقاش زفره. طبعا انتم شايفين دي قلقاس. انا طبعا قشرتها وكل حاجه، بس كنت مصوره، بس نسيت ان انا افتح الفيديو. تمام. فزي ما انتم شايفين انت لازم تقطعيها كده مكعبات صغيرة، وطبعا تكون قد بعض عشان ما هو مفيش حاجة تستوي، واحدة تستوي والباقي لا. تمام. دي اهم بقى خطوة، ان انت لازم تغسليها كويس جدا جدا، يعني زي ما انتم شايفين تفضلي تدعكي فيها بطريقة ايه جامدة. تمام. زي ما انتم شايفين كده قدامكم، بص لحد ما المية بتاعتها تبقى بيضة. انا قلت اما اسيب لكم الفيديو المقطع ده عشان تشوفوه وانا بغسلها، ولازم ميتها تبقى بيضة. تمام. كده اهم حاجة ان انت تدعكيه جامد جدا، زي ما انت، لان بيبقى فيها كده حاجات كده، مادة كده لازقة كده ومش حلوة. مع ان انا كمان بتحسس منها المادة دي. اول ما بتيجي على ايديا ببتدي اهرش فيها كده، وديت كده تتحمر. تمام. فزي ما انتم شايفين اهو المية بتاعتها بيضة وما شاء الله. وهنا كانت خلاص الفراخ بتاعتي استوت، فانا هطلعها كده زي ما انتم شايفين. ما شاء الله الشوربة حلوة جدا، لان احنا مبهرينها ومخلينا حاطين كل اللوازم بتاعتها. طبعا عشان مش هسوي في كل الشوربة دي. تمام. كده انا هاخد كده الشوربة شوية من الشوربة، وبعدين هنزل بكمية القلقاس. تمام. كده زي ما انتم شايفين، وهسيبها بقى ايه يتسلق في الشوربة دي. هنا بقى الطشة بتاعة القلقاس بنعمل لها، او الخضرة بتاعتها دي كزبرة خضرة. كده بنفضل كده ننقي فيها، وبناخد بس الورق، مش هناخد العيدان، بناخد ورق كأنك بتنقي ملوخية بالظبط. لازم تنقي فيها، وبعدين تضربوهم في الخلاط، في المطحنة بتاعة الخلاط، وتضربيهم. تمام. تفضلي تنقي فيهم كلهم زي ما انتوا شايفين اهو الورق كده بس. دي المطحنة بقى بتاع الخلاط، هتحطهم كده وتكفليها، وكده زي ما انتوا شايفين اتضربوا معايا كلهم. تمام. انا مش عايزه غير الكميه دي بس. هنا كانت خلاص القلقاس بتاعي استوى كده. وبعدين هنا نعمل بقى القدحه بتاعه القلقاس. معلقه سمنه كده كبيره، وهنحط معلقه توم برضو كبيره. طبعا التوم ده مفرزاه وحطاه في الفريزر، فسهل عليا على طول. وهنا بقى نحط الخضره دي كده ونقلبهم كده في القدحه او في الطشه كده دقيقه بس على النار، وبعدين هحطها على طول على القلقاس كده. شايفين كده خلاص القلقاس بتاعي استوى. هنا بقى هنعمل بايه معاها؟ هنعمل مكرونه محمره. معايا هنا كيس من المكرونه المحمره. طبعا في ناس بتعملها بصلصه والطماطم، بس احنا هنا بنعملها محمره بمعلقه سمنه كبيره، ونحط كيس المكرونه ونقلب فيهم لحد ما يبقى لونهم ذهبي زي ما انتوا شايفين. وبعدين هنسقيهم بحبه من الشوربه وحبه من الميه، ومكعب مرقه وملح وفلفل اسود. بس طبعا احنا بنعشقها، يعني جوزي بيعشق المكرونه دي قوي، بيحبها قوي كده محمره. تمام. طبعا في رمضان اهم حاجه ما بتتقطعش خالص هو ايه؟ طبق السلطه. تمام. فبرضه هنعمل طبق سلطه حلو، بس الاول هنعمل الخلطه بتاعه الفراخ. معايا هنا كوبايتين من الدقيق، او كوبايه من الدقيق، وهتحط عليها معلقتين نشا، وكل بقى البهارات اللي عندك، توم باودر، بصل باودر، فلفل اسود، وملح، وبابريكا، وكاري وكركم، كل التوابل دي.
هتحطيها، والسبع بهارات طبعا. ادي اهو اول حاجة البابريكا، وبعدين حبة من الشطة صغيرين، وهنا التوم باودر وبصل باودر والكاري والكركم والسبع بهارات وفلفل اسود، كله ده ونقلبه طبعا. ومكعب مرقة بتضيفيه كده بيدي طعم حلو قوي للخلطة دي. تمام. والملح اهو عشان ما ننساش اهم حاجة. ونقلب الخلطة دي ونعملهم، بيبقى حلو قوي للفراخ والتتبيله في الفراخ. زي ما انتم شايفين كده الفراخ طبعا مسلوقة، وبنزل كده زي ما انتم شايفين. طبعا ان هي في الشوربة على طول بطلعها وبحط، فهي مش محتاجة ان انا اعملها كفرين، هو كفر واحد بس وبنغلفها فيه. تمام. بتمنى طبعا لو وصلت لحد هنا لايك واشتراك للقناة لو اول مرة تشوفوني، عشان ان شاء الله الفيديوهات الجاية تبقى حلوة على قلبكم. تمام. زي ما انتم شايفين معايا هنا السلطة طبعا. طبعا السلطة على حسب الكمية اللي عندك واللي انت عايزة تعمليها طبعا. واي حد دخل القناة جديد وبيتفرج عليا بشكره طبعا جدا، وان شاء الله هيبقى في فيديوهات حلوة جدا الفترة الجاية وتعجبكم بإذن الله. تمام. هنا بقى الكرات ده بيبقى حلو جدا في السلطة، وبيديها طعم كده حلو. الكرات ده اللي هو البلدي. وننزل بقى كده. وبعدين هنا برضو البقدونس، يعني احنا بنحط كرات وبقدونس وطماطم وفلفل اخضر، بيخلي السلطة في حتة تانية بصراحة كده. تمام. ده بقى نص قرن شطة اخضر، بس طبعا مش حامي، لو حامي مش هتقدري تحطي ده كله عشان بيبقى ما بتقدريش تاكلها كمان على الفطار. هنا عصرة ليمونة او ليمونة كده ونعصرها، والملح، وكده خلاص كده تمام. السلطة بتاعتي جاهزة، ورمضان ما بيحلاش طبعا الا بطبق السلطة ده. تمام. بتمنى طبعا لايك واشتراك للقناة لو اول مرة تشوفوني. يا رب الوصفة تكون عجبتكم وتكونوا استمتعتوا بالمشاهدة. السلام عليكم.